صباح السعادة على أحلى متابعين في الدنيا. يوم جديد وفيديو جديد. يلا كده حبايبي، اللي أول مرة يشوفني ياريت كده ينورني باشتراك حلو زيه ويفعل الجرس على كلمة الكل عشان أي حاجة بننزلها يوصلكم إشعار بيها يا أحلى متابعين في الدنيا. وبالله عليكم يا حبايبي مننساش نعمل لايك للفيديو عشان أي حاجة بننزلها يوصلكم إشعار بيها. النهاردة بقى كده يا حبايبي يومنا في مطبخنا، او هنعمل غدا ايه النهارده. زي ما انتوا شايفين هنعمل مع بعض السمك مقلي مقرمش كده، يعني مش ما يطلعش اول ما يطلع من الزيت ما يطراش، عايزينه كده مقرمش كده زي طبعا ما بنشوفه كده في المطاعم بره. طريقته سهله خالص، ومكون واحد اللي بنضيفه عليه طبعا عارفينه او اكتريتنا كده عارفينه، عشان يخلي السمك كده مقرمش وهنخليه معانا كده لونه ذهبي وجميل. بقشر طبعا كده السمك كده حبايبي زي ما انتوا شايفين، وفتحت كده بطنه واي قشور كده من بره كده بنشيلها. دي طبعا المقشرة اللي انتوا شايفينها دي طبعا هي حلوة في ما بتخليش القشر يعني يطرطش كده على الرخامة ولا اي حاجة، بتحتفظ بالقشر. لكن الصراحة السكينة اسرع منها، يعني بتعمل بسرعة. انا عملت واحدة كده بالمقشرة برضو كنت بجرب، وهكمل الباقي بالسكينة. وطبعا فتحت كده ظهر السمك من الظهر عشان عشان يبقى احشيه كده ويبقى الظهر مملح وجميل. نضفت السمك ويلا كده تحت الحوض بغسله كده يا حبايبي، واغسل بطنه كويس جدا كده، عايزينها كده تبقى بيضة كده ونضيفة. طبعا ممكن نجيب فرشة كده يعني نخصصها لغسيل السمك، اللي احنا نغسلها كده بالفرشة كده صغيرة تبقى للسمك فقط، عشان طبعا بتبقى الزفارة وكده، ونغسل بيها البطن. لكن بنغسله برضو بايدينا هو كله شغال تحت الحنفية، ونغسل البطن كويس كده حبايبي زي ما انتوا شايفين اهو. ومن عند الراس برضو كده واحدة واحدة اهوت يا حبايبي مع بعض. متنسوش بقى حبايبي بالله عليكم لايك للفيديو. وعلى الرخامة كده برضو غسلاها، ممكن لو جنبنا طبق او حاجة، بس الرخامة هغسلها تاني كده كده اتزفرت معانا. وبنغسل برضو كده مرة واتنين وتلاتة، ونفضل نعيد على السمك لحد كده ما ينضف معانا وتبقى بطنه كده نضيفة حبايبي زي ما انتوا شايفين تحت الحنفية كده طبعا، او شايفين بطنه. يلا بينا بقى كده نحط شوية مية في البلاستيكية اللي معايا دي، ونحط برضو كده فيها السمك. بملى في كده فيها شوية مية، وهنزل بالسمك كده معايا. بس الاول هننزل بشوية كده ملح عشان السمك يبقى شارب ملحه، وتبقى اللحمة يعني مش البطن بس اللي مملحة، لا، ويبقى لحم كده ظهر السمكية مملحة معايا. نزلت بشوية ملح وليمونة وهسيب فيها السمك ده شوية. هنسيبها كده شوية ويلا بينا. غسلت هنا الرز يا حبايبي وعملت دقة السمك، واحط بقى اولع الرز على النار. كل ده والسمك بيشرب، سايباه كده في المية يشرب ملحه. يلا بينا نعمل كده الخلطة بتاعته. خلطته سهلة، دقيق شوية كده من الدقيق على قد السمك برضو عشان الزفارة وما يترميش. بنخلهم كده اي حاجة فيها دقيق لازم تتنخل معانا. وهنضيف بقى المعلقة كده اللي هتخليلنا السمك مقرمش، وهي النشا، معلقة كبيرة من النشا هتخليلنا السمك مقرمش من بره وجميل. بس كده؟ لا، لسه فاضل بقى حاجة كده كمان. هنضيف كمان رشة كده من الكركم هتخليلنا السمك من بره لونه ذهبي. رشة بسيطة كده على الدقيق. بس كده بنخلط. يلا بينا كده نجيب السمك ونصفيه من المية، وهنحشي كده قلب السمكية. بس كده عصرت ليمونة كده على الدقة اللي احنا عاملينها،
ونحشي كده البطن السمكية من جوه والفتحات اللي احنا عاملينها في الظهر، وننزل بالسمك على الدقيق. يلا السمكية التانية بحشيه كده كله مرة واحدة، عشان ايديا طبعا هتبقى متعصى دقيق، وبحشي قلب السمكية فهتعمل عجين في ايديا. لكن كده نحشي كله مع بعضه، او نحدق السمك كده مع بعضه، وبعد كده ايه نغلفه بالدقيق. جبت طبق طبعا عشان ايه اللي اغلفه بالدقيق كده يتحط في الطبق بالشكل ده كده يا حبايبي. يلا كمان ادي تاني سمكة، وادي السمكة التالتة اهيت. وبنفض كده اي دقيق عليه عشان ما يتحرقش بسرعة معايا في الزيت. وهنا عندي بقى طماطم وفلفل وليمون، وعندي خضرة عشان نعمل سلطة. يلا غلفنا كده السمك، فيديو بسيط ويومنا في المطبخ كده او غدانا. هنشيل بقى الدقيق ده كده عشان ما ينشفش على الرخامة، وننضف كده ايه مكاننا اهو بكل سهولة، واحدة واحدة اهي يا حبايبي. ونغسل كده ايه المصفى اللي احنا كنا غاسلين فيها الرز ده كده يا حبايبي، ونعمل فيها السلطة. ادي الطماطم، طماطم كده ناشفة حلوة للسلطة كده زي ما انتوا شايفين. هنعمل مع بعض كده طبق صغير. وادي الفلفل والليمون. دي السكينة كنت بقطع الخضرة، شايفين الشبت. وادي الكزبرة. بنشيل طبعا اي ورق اصفر فيها اي حاجة كده مش حلوة. قلت بقى الاول ايه قبل ما اعمل السلطة احط بقى السمك كده على النار واكسب وقت. الزيت سخن معايا، نزلت كده بالسمك. وادي الرز خلاص اتشرب من المية. بقلبه كده حبايبي. شايفين بقى لونه ذهبي وجميل ازاي؟ طبعا كان لسه ايه مخدش لون كده من الناحية التانية. شايفين الفتحات اللي احنا كنا فاتحينها بالسكينة. وهنا برضو كنت بقلب الرز كمان، وهدي عليه كده ايه اوطي عليه النار شمعة، او ممكن ان احنا ايه بنحط عليه كده صاجة كده من تحته برضو كده. دولت اتحمروا معايا وخدوا اللون الذهبي، وطبعا واضح كده من شكله وانا بطلعه اللي هو مقرمش معانا زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. اول بقى كده ما يطلع من النار عندنا كده ليمون، نعصر عليه ليمون. دي كده قلت ايه خلاص كفاية عليها كده، لما اطلعها بقى كفاية من الزيت عشان ما تتحرقش في الزيت ولا نساها ولا حاجة. هنا كنت بوريكم الليمونة. وهنا كنت بقى عملت السلطة، وكان خلاص الرز استوى والسمك استوى بسرعة جدا كده زي ما انتوا شايفين. ونغرف كده يا حبايبي الرز. شايفين جميل ومفلفل مش معجن ولا اي حاجة. وطبق السلطة جنبينا اهو. ويلا بينا بقى كده ايه نحط السمك في الطبق. بصوا كمان عايزه اقول لكم، بصوا السمك بعد ما استنى شويه شايفين شكله ما شاء الله. هنا كنت بحط شويه دقه كده ايه على السمكيه. فيديو بسيط يا رب كده يكون نال اعجابكم على احلى متابعين في الدنيا. وبالله عليكم يا حبايبي اللي وصل معايا لاخر الفيديو ما ينساش كده يدعمني بلايك حلو زيه. واستنوني كده يا حبايبي في فيديو جديد ان شاء الله. وكده بقى يكون خلصنا الغدا طبعا، وكنت غاسله ايه الجرجير هجيبه. وكده يكون فيديو النهاردة خلص. لايك وشير بقى حبايبي. الله على الجميع.
واستنوني يا حبايبي في فيديو جديد ان شاء الله.